حلوة الساقية اللي دايره حالة في مواقع التواصل الاجتماعي بثلاثة ديال المكونات فقط، بلا زيت بلا بيض وبلا فران، كتجي لذيذة بزاف بزاف. فكل ما غادي نحتاجو 250 غرام ديال الكاوكاو اللي محمر في الفران، وغادي نهرمشو. هنا من بعد ما هرمشت الكميه ديال الكاوكاو هذيك 250 غرام كامله، فدابا غادي نولي نضيف ليها التمر. هنا كيف كتشوفوا ضفت ليها التمر، انا غير شريته معجون، ولكن الا كان عندكم التمر في الدار من الاحسن طحنيه وتضيفي التمر. هنا ضفت 320 غرام ديال التمر، للاسف تحذفت ليا المقطع، عركته مزيان وجمعته وقسمته لجوج ديال الحرابل بحال هكايا. ممكن نتوما تخرجوا حتى لثلاثه لانني انا درتهم كبار. فهنا من بعد ما روليتهم مزيان وحربلتهم، فخديت الزنجلان محمر وغادي نبدا نمشي فيه هذاك الحريبلات ديالي ديال الكاوكاو والتمر. خديت واحد هذا غير ديال واحد المغرفه ترسات، يعني مشى ليا منها السيليكون وخبيتها، فدرت بها حفيره هكا على شكل ساقيه ليهم بزوج. كي شفتوا الحرابل راهم كبار، نتوما ديروا ثلاثه. خديت الشوكولات ذوبته، هذا الشوكولات اللي 15 قطعه ديال الشوكولات اللي مذوباها مع 2 معالق كبار ديال دانيت، ذوبتهم ودرتهم وزينتهم بالشوكولات الابيض بحال هكايا. وهنا ما ديروش غير هذا الخطا اللي درت انا، درت 3 الخطوط، نتوما ديروا غير خط واحد الوسط، ها هو غنديرو في الاخرى. وحده درتها بالشوكولات الاسود وحده درتها بالشوكولات الابيض. هنا درت الشوكولات الابيض وغادي نزينو بالشوكولات الاسود. المهم غير باش يجي مغاير وخلاص. بغيتو ديروا غير شوكولات واحد ديروا صافي، وكديروا خط واحد من الوسط. هنا خليتها غير واحد شويه على ما الشوكولات غير يعني جمد شويه. انا راه درت فيه الياغورت باش ما يجيناش قاصح حتى في العضه. بالنسبه للشوكولات الابيض حتى هو درت ليه 2 معالق ديال كل 15 قطعه، درت ليها 2 معالق. بالنسبه للشوكولات الابيض درت ليها شوكولات دانون فاني عفوا. وهذا هو الشكل ديال الحليوه ديالنا ديال اليوم. فراه صوبتها بالزربه وفي وقت قياسي، يكونوا عندكم المقادير مصوبه غزاله ولذيذه. وهذه راه ماشي غير العيد، راه صراحه جاتني فكره انا راه تكالت، يعني كانوا كيحطوها في الطبيله ديال رمضان مع الفطور مع التمر هكاك، جا غزال وتقديم زوين عاوتاني للتمر. فنتمنى فيديو اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم، وتجربوا ليا هذه الحليوه لانها فعلا كتستحق انكم تجربوها، من الوصفات السهله واللذيذه طبعا.